النجف اللي عامل قلبان في كل فيديو بصوره، كل ما افتح فيديو كل ما اصور فيديو الناس كلها تقعد تقول لي النجف منين يا محمد، النجف منين يا محمد. انا هقول لكم كل حاجه دلوقتي وهفرجكم على النجف. بصوا يا جماعه النجف القمر دوت، النجف شكله جميل جدا جدا جدا. انا بقول لايمن تسلم ايدك، عشان انا عايز اقول لكم ان النجف ده كل اللي يشوفه يقعد يقول لي النجف منين. النجف شكله جميل قوي وهادي، وعارفين انتوا كده اللي هو ايه. بص ده ديكور، وانا هجيب لهم الديكور هنا، بس انا ليه مركبها عشان الكهربائي كان بيجرب لي ان هم شغالين. بصوا هنا يركب لمض اللي هي ديكور، اللي هي بتبقى بلحه كده صفرة، بتبقى شكلها حلو. والنجف هنا عامل اضاءه جميله جدا في المطبخ. هحط لكم البيج وهحط لكم كل حاجه دلوقتي هنا. روحوا قولوا له ان انتوا جايين من تبع حوارات محمد وآلاء. بصوا يا جماعه المنظر عامل ازاي، شغل فاخر من الاخر. وعلى فكره يا جماعه النجف ده كله تصنيعهم هم، سعر جمله لان هم اللي بيصنعوا المصنع مصنعهم. النجفه دي ناقصها لمض، بس اللمض ما كفتش، فانا هروح اجيب اللمض. عشان كده ايه يعني، قصدي اقول لكم ان هي اضاءتها اعلى من كده. اسعارهم خرافه، وعاملين عروض خاصه للي هيجي من طرفنا. لو انت رحت من طرفنا تعرفهم عشان تاخد العرض اللي هم عاملينه، عشان عاملين حاجه هديه للي هيجي من طرفنا. بصوا الشكل ده بقى يا جماعه عامل ازاي. الشكل ده جميل قوي 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 قوي. شكل الهلال ده شكلها حلو قوي. بصوا عامله ازاي، دي نفس اللي تحت. انا لما عجبتني جبت نفس الشكل اللي تحت فوق. بصوا شكلها عامله ازاي. بصوا بقى الاباليج اللي راكبه في الحيطه دي، انا جايب كل حاجه من عندهم. على فكره اللي بتبربش كده دي الكاميرا عشان انا بقرب من الاضاءه. بس بصوا شكلها عامله ازاي، تحفه. دي برضو بيركب لها لمض ديكور كده، بس ايه يعني لسه انا ما روحتش جبتها. انا كنت بركب دي علشان خاطر الكهربائي يجرب لي ان هو وصل صح. اهي بصوا النجفه. بصوا دي يا جماعه بقى، دي تحفه رومانسيه اخر حاجه. دي بتاعت اوضه النوم هنا، انا عاملها على زرارين، لمبتين بيقيدوا بمفتاح، والثلاث لمض التانيين بيقيدوا بمفتاح، عشان انا لو عايز اضاءه هاديه، لو عايز اضاءه اعلى بقيت كله. تحفه تحفه تحفه. بصوا عامله ازاي، ايه الجمال والحلاوه والشياكه والطعامه والاناقه دي. هسيب لكم الصفحه بتاعتهم دلوقتي، عرفوهم ان انتوا جايين من طرفنا عشان تشوفوا يعملوا معاكم ايه. ايه رايكم بقى افرجكم على الاطفال الاخرى. بصوا الاطفال دي طبعا برضو بيركب لها لمض ديكور برضو، بس عشان ارض لسه ما جبتش، فانا ايه شغلت دول مؤقتا كده، او بفكر ان انا ما احطش لمض ديكور هنا عشان خاطر لمض ديكور مش هتنور الغرفه. قولوا لي ايه رايكم، احط لمبه ديكور ولا لا؟ عشان هنا بصوا لو حطيت لمبه ديكور مش هتبقى منوره اخر حاجه. اللمبه دي تقريبا عايزه تتلف يا اما عايزه تتغير. بصوا شكلها حلو قوي وهاديه. انا بحب الهدوء ده يا جماعه كده، جميله جدا جدا جدا. تسلم ايدك والله يا ايمن على الشغل دوت. بصوا يا جماعه انا هحط لكم الصفحه بتاعتهم، عشان ايه مش هي دي بس الاشكال اللي موجوده، هم عندهم اشكال كتير جدا جدا. فانت تدخل على البيج دلوقتي واتفرج، عشان انت ممكن ذوقك يكون غير ذوقي. عندهم اشكال كتير جدا 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 اللي انت هتبقى محتار اصلا يعني. بس دي الاشكال اللي عجبتني انا وآلاء. وبالنسبه للشحن يا جماعه بيوصلوا لاي مكان انت عايزه، مكان ما هتكون موجود هتطلب الاوردر هيوصل لك لحد البيت، مش هتتعب خالص. خش على الصفحه ونقي الشكل اللي انت عايزه وقول له ابعت لي ديت بس. بصوا يا جماعه آلاء مدلعانا على الاخر، مروقه علينا. البتاع ده انا بقيت احبه قوي. بتعمل بتاع ده اسمه ايه، بنسى اسمه. ايس كوفي. اسمه ايه؟ ايس كوفي. انت حفظت اسمه ايس كوفي، بس حاجه كده جمدان. على فكره انا اول مره